هتاكلها ماشي. تعالي تعالي يا جميله لدرجه، تعالي تعالي يا جميله، اتفضل يا حاج تعالي. هتاكلها على الجنب الثاني هنا، تعالى ناكلها على الجنب الثاني احسن. اه صح. طب يبقى على الجنب الثاني. تعالي تعالي يا جميله، ما تخافيش منها يا حاجه. تعالي تعالى ناكلها هنا كده هنا. ايوه انا بتجيلي لحد هناك لحد عبد الله سنه. عارف ولادي ايوه كان كل فلوس ما شاء الله، يا رب يوسع عليهم يا رب. كل فلوس بص هي دي يا حاج دي اللي طالعين بيها. انا ماشي كلاب الحته. انا بقول لبنتي، بقول لك كلاب الحته كلها بتحب كلام. ايوه كلاب الحته بتحب. راحوا قالوا ربنا يتقبل منهم يا رب. ايوه 13 كلب وكلب مشوا وراهم لغسلهم لغايه الفرن وجابوهم من عند بتوصلني لحد فين يا حاج؟ لغايه البيت بعد دي بتوصلني لحد الثانويه العسكريه، انا مدرس في العسكريه لحد الثانويه العسكريه وتطلع وترجع. تعالي يا جميل. مدرس انا مدرس فرنساوي في العسكريه والله. وانا يعني ما تعرفش انا معجب بيك بعد الحكايه اللي حكيتها لي دي انهم عالجوها. معلش لحد دلوقتي انا ما اعرفش اسم حضرتك، بس انا احمد فؤاد عز الحاج الدين. احمد. تعرف احمد سيد عز الدين؟ الحاج احمد انا سعيد بيك وبشوفك. عارف احمد سيد عز الدين هو صاحب شركه الياسمين؟ ابن عمي والله. تمام يا مرحبا يا حاج. كان معاكم وانا بالعسكريه. تمام يلا جميل اهو. طب فضلها بقى يا حاج. لا فضلها بايدك. طيب ماشي. ممكن اجيب الصوره بتاع حضرتك في الفيديو؟ لا يعني انا لازم استاذن. وبعدين يعني رساله، اصل انا عندي بحط الحاجات دي على القناه على اليوتيوب، والرساله اللي انا بوديها انا عندي كميه قطط بمجرد ما احط رجلي في الشارع بلاقيهم. انا عندي في البيت اهو. انا عندي في البيت والله عندي 3. كان في قط واقع عندي من الدور الخامس، انا عملت له عمليه اتكلفت 11000 جنيه والله. وعلى موجوده على القناه، ويا ريت تقول لي ولاد حضرتك يعني خدته مخصوص القاهره لان حصل له كسر في العظمه بتاع الورك اللي في الحوض. دكتور مخصوص يعني عملها له وسجلت العمليه دي. يعني لاول مره اشوف دموع قط يعني. وتربيتهم هي امانه زيهم زي اي حد. عندي 3 تمام. في بيتنا في بتاع الرمله اللي بيسهروا فيها. لا ده بيعمر البيت والله. والله بيعمرها. هم الناس حسبتهم بيخرجوا. البيت بيجيبوا دراي فود الكيلو ب 100 جنيه. ايوه والرمله الكيس كده مش عارف بكام. ايوه ما يجراش حاجه. امال الواحد يدخل الجنه ازاي؟ يعشم في رحمه ربنا ازاي؟ حاج احمد انا بشكر حضرتك على المواقف الجميله اللي انا بسجل طبعا دلوقتي اللي حضرتك بتعملها لاول مره اعرفها، وبشكر كمان ولاد حضرتك على الموقف الانساني اللي حكيته لي ان الكلبه اللي قدامكم دي يا جماعه جميله كانت عندها خراج، وولاد الحاج احمد هو راجل بصلي معاه في المسجد ما شاء الله. يعني الدين عنده قولا وعملا، ودي الرساله بتاعتنا ان احنا الدين بتاعنا دايما نشوفه في المعامله سواء بنعامل الانسان او بنعامل الحيوان. بشكرك يا حاج احمد. مش عارف عايز اعمل لك تمثال، اي حد بيحب الحيوانات انا بيكون قريب مني بشكل غير عادي.